تخيل يا مدريدي انت واني ننتظر 365 يوم ونعدها يوم يوم وساعة ساعة وثانية ثانية ودقيقة دقيقة حتى ننتظر هذين المباريات الصعبات. انت ضد الباير وانا ضد اتلتيكو مدريد، ويجيك هذا الحكم الراسه مربع بقرارات غبية وعار على الويفا وعلى الاتحاد الاوروبي وعلى كرة القدم. شلع قلع هذا الحكم بكل سهولة. يعني حتى مال كامافينجا ما يدري عنده انذار، هو منطي انذار سابقا بس ما يدري عنده انذار. صح هو خطأ بس ما يدري عنده انذار اصلا. اعتقد ما كان يستحق الانذار الثاني، هو عنده انذار اصفر ومن الممكن يقدر يكلم اللاعب، يكلم كامافينجا يقول له اخير حاله وراها اقدر بعد انطيك. مثل مال إيريك غارسيا هماتين يعني الاغلب شافوها، فهو عثر روحه برجله سورلوت وضربة جزاء ما نطاها ايضا. وهو يتخيلون اللي مرينا بيه واللي شفناه ننتظر هاي الفترة كلها ويصير بينا هيجي؟ قسم بالله ظلم يعني مدة طويلة كلش والله العظيم. يعني أنا ما أخذ تفكير كرة القدم، ما أخذ تفكير، وهذا فريقي ما أخذ تفكير، وأنت كذلك كمدريدي كمشجع مدريدي كذلك هيجي يجيك بقرارات عفنة. يعني ريال مدريد البارحة ما كان تخسر، والله ما تخسر، لو ما هذا الطرد ما يخسر ريال مدريد. أخير 5 دقائق جاهم الطرد وراها بلعوا 2 اجت الأهداف. كذلك برشلونة باللعبتين السابقة هماتين ضربنا ولاعبين انطردوا من عندنا، بسبب الطرد هي الخسارة صارت. ممكن انت ريالي يجوز نصوتك كرة القدم ب 15 دوري ابطال، بس الا اني من 11 سنة ما ماخذ دوري ابطال. برشلونة ما ماخذ دوري ابطال من 11 سنة. قسما بالله كرة القدم ما منصفة ويا برشلونة، وهذا الموسم ويا ريال مدريد. لا أحد يقول لي ريال مدريد دخلها، لا، هذا الموسم وهاي اللعبة الأخيرة ريال مدريد قدم. صح كانت الحيازة للباير بس الهجمات كانت كلها ريال مدريد. وأقول لكم كرة القدم ما منصفة أبد، ما نصفت برشلونة بهذا الموسم وبذاك الموسم، وما نصفت ريال مدريد بهذا الموسم. وللأسف والله للأسف يعني فريقين عالميين من أفضل الأندية الأوروبية يصير بيه هيجي، ويجوا حكام يخربون الدنيا عليه. تشاو. فحط ايدك بيدي وسوي له متابعة. لا زي كبرايجي هسه. يلا حبايب، بعد ماكو فايدة، هي ماكو فايدة من عندها. رجنا وهو